لنا إخوان، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في فيديو اليوم إن شاء الله غادي يكون حول مرض السكري. علاش مرض السكري؟ لأن هذا المرض هذا انتشر بواحد الوتيرة اللي هي كبيرة، ولا كيصيب الشباب، ولا كيصيب الناس كبار، الناس صغار، الرجال، النساء، ولا انتشر عندنا بواحد الوتيرة كبيرة في ظل هذا النمط ديال الحياة اللي كنعيشوه، في ظل هذا النظام الغذائي، وفي هذه الأغذية الجديدة اللي ولينا كناكلو، في هذه الحياة اللي هي سريعة، وفي هذا الضغط النفسي. إذن أول حاجة إن شاء الله نتعرفوا على مرض السكري. مرض السكري هو واحد الحالة كيوصل ليها الجسم ديال أن مستوى السكر كيرتفع، وملي كيرتفع مستوى السكر فراه هو كيشكل خطر على الجسم وعلى الأعضاء الداخلية ديال الجسم. لأن مستوى السكر سبحان الله كيكون عنده واحد المستوى اللي هو طبيعي، كيكون منتظم في الجسم ديال الإنسان. فمنين كيوقع الخلل كيتصاب الجسم بمرض السكري، كيرتفع مستويات السكر في الجسم، وهذا الارتفاع هذا الى بقى مده طويله فراه كيأثر على الاعضاء ديال الجسم وكيأثر على الشخص. هنا غادي نعرفوا السكري بانواع. كاين السكري من النوع الاول، كاين السكري من النوع الثاني، وكاين السكري من النوع الثالث او السكري من النوع 1.5. السكري من النوع الاول هو السكري المعتمد على الانسولين، يعني الشخص مريض من النوع الاول البنكرياس ديالو اللي هو العضو المسؤول على انتاج الانسولين. كما كنعرفوا البنكرياس فيها واحد الخلايا كيتسموا خلايا بيتا. هاد الخلايا بيتا الدور ديالهم هو انتاج الانسولين، وهاد الانسولين هي اللي كتحرق لنا السكر في الجسم. فالشخص اللي كيكون مصاب بالسكري من النوع الاول ما كيكونش عنده افراز ديال الانسولين، كنسميوه سكري معتمد على الانسولين. عكس الشخص الطبيعي، اي شخص مثلا كياخذ واحد الوجبه فيها كربوهيدرات فيها سكريات، البنكرياس اوتوماتيكيا كتفرز لنا الانسولين على قد هذاك السكر اللي دخل الجسم، كيتم التخلص منه والاستفاده منه كمصدر للطاقه وتخزين ديالو في العضلات على شكل جليكوجين، وتخزين ديالو في الكبد الى ما ذلك. هذه العمليه هذه كتتم بطريقه اللي هي طبيعيه واوتوماتيكيه وما كنجيبوش لها اخبار، والامور غاده بسلام والحمد لله. ولكن هذا الشخص اللي هو مريض بالسكري من النوع الاول المعتمد على الانسولين، الشخص كيولي هو يدير هذه العمليه، يعني كيولي يعتمد على انسولين اللي هو خارجي، وفيما كيبغي ياكل شي وجبه فراه كيخصو ياخذ واحد الانسولين، يعني كيولي يحقن الانسولين قبل كل وجبه. هذا بطبيعه الحال يعني الكميه اللي غياخذ وشحال ديال الانسولين وعدد المرات في اليوم الى ما ذلك، فهذا كيكون مع التنسيق مع الطبيب المعالج. يعني بمعنى الشخص كيولي هو عنده كيولي يدير هو الدور ديال البنكرياس، كيولي هو يعبر السكر ديال الجسم ديالو، يعني واش في لي نورم، واش هو في المستوى الطبيعي، شحال خصني ديال الانسولين ناخذ، شحال ديال السكر مقابل هذا الانسولين. هذا هو اللي كنسميو شخص مصاب بالسكري من النوع الاول، لان البنكرياس ما بقاش كتنتج الانسولين. عندنا السكري من النوع الثاني. السكري من النوع الثاني هو اما البنكرياس كتفقد الكفاءه ديالها، يعني كتشتغل مثلا ب 100% ولا كتشتغل غير ب 50%، كتنتج لنا واحد الكميه ديال الانسولين، وهذيك الكميه ديال الانسولين فما بقاتش كافيه، يعني كميه قليله. او لا مثلا البنكرياس كتنتج لنا انسولين ولكن الجسم ما كيستافدش منه، في هذه الحاله كنسميو الشخص يعني مريض بالسكري غير معتمد على الانسولين. العلاج ديالو كيكون معتمد على الادويه، يعني على كياخذ غير الفانيد، كياخذ فانيد يعني محفزات ديال البنكرياس، كيحفزوا ليه كينشطوا البنكرياس باش انها تفرز انسولين اكثر، وكياخذ مجموعه ديال الادويه اللي كتخلي الخلايا انها تدخل السكر. كاين النوع الاخير، النوع كيسميوه السكري 1.5 اولا كيسميوه اللادا. هو كيجمع ما بين الخصائص ديال النوع الاول والنوع الثاني، وغالبا كيصيب الشباب يعني في السن ما قبل 30، يعني في المرحله ديال 30 28 حتى ل 35. هذا هو السكري باختصار. تعرفنا على السكري، خصنا نتعرفوا على الاسباب، شنو اللي كيخلي الواحد يتصاب بالسكري، علاش يعني هذا الشخص كيتصاب بالسكري وهذا ما كيتصابش. بالنسبه للناس اللي كيتصابوا بالسكري من النوع الاول او السكري الاطفال، فهذاك حاله بوحده، لانه خلقيا كيتزاد البنكرياس ديالو ما خدامش، ما عندوش انسولين، ما عنده ما يدير. هذه مفهومه يعني واضحه، كيبان في واحد السن صغيره، والانسان كيبقى معتمد على الانسولين بقيه ديال الحياه ديالو. المشكل فين كاين في السكري من النوع الثاني، واللي هو اللي كيشكل نسبه كبيره وكيصيب الناس بزاف. ما بين الاسباب ديالو كاين العامل الوراثي،
مثلا في العائله الا عندك الاب ديالك، الام، الاخت، الاخ، يعني هو كسبب، يعني ماشي 100%، ولكن يعني الاطباء او الناس ديال الطب كيقولوا العامل الوراثي. العامل الثاني هو العامل النفسي. الانسان اللي ديما مقلق، ديما مستريسي، ديما مكتئب، العامل النفسي حتى هو كيؤدي الى الاصابه بمرض السكري من النوع الثاني. كاين السبب الثالث شنو هو؟ التغذيه، وهذا هو من اكثر ديال الاسباب اللي كتؤدي للاصابه بالسكري. الانسان في مرحله من مراحل العمر ديالو كيكون باقي الانسان صغير، فكياكل بزاف، وماشي غير ماكله صحيه، كياكل السكريات بزاف، ياكل الحلاوه، ياكل الماكله ديال الزنقه، الماكله اللي هي حلوه، يشرب مناضه، يعني كيكون عنده واحد الريجيم اللي هو خايب. وهذا الريجيم اللي هو خايب كيمشي عليه سنوات، ماشي شهر ولا شهرين، يعني عام، عامين، 3 سنين، 4 سنين. فسبحان الله، يعني هذيك الغده ديال البنكرياس يعني بحال كيضغط عليها، كيشد هذيك البنكرياس كيعصرها، كتاكل واحد الكميات كبيره ديال السكر في النهار. البنكرياس خصها تنتج واحد الكميه كبيره ديال الانسولين مقارنه مع ديك الكميه ديال السكر اللي دخلت للجسم. فعلى مدى ديال السنوات، فرا ديك البنكرياس شنو كتفشل، ما كتبقاش تخدم بكفاءه، كتأدي وبما كيؤدي الاصابه بالسكري من النوع الثاني. الاعراض ديال مرض السكري، يعني كيفاش نعرف راسي بانني انا مريض بالسكري او لا في اعراض يعني كتخليني انني نشك بانني مريض بالسكر. يعني العرض الاول كثره التبول اعزكم الله، وسيرتو بالليل، هذا من الاعراض ديال السكر. العرض الثاني هو فقدان ديال الوزن، يعني الانسان ما بين ليله ونهار، يعني في مده قصيره، شهر، شهرين، 3 شهور، كيفقد واحد الوزن اللي هو كبير، يعني بدون مبرر، ماشي هو داير حميه او لا داير رياضه او لا عنده فكره مسبقه باش انه يفقد الوزن، لا، ما بين ليله ونهار هو كيفقد يعني الوزن ديالو بواحد الوتيره اللي هي سريعه. الانسان كيحس بالعطش، الانسان كيولي يشرب بزاف، كتولي كتعرض كتشرب الماء بزاف وديما فيك العطش. كتحس بالجوع، كيجيك الجوع رغم انك كليتي وجبه، تغديتي ولا كليتي مثلا الفطور ولا هذا، كدوز واحد المده كتحس بالجوع. كتولي تقلب على السكريات بزاف، كتولي تبغي تاكل الحلاوه، تاكل الشوكولات، تاكل الكيك، تاكل ديما اي حاجه حلوه. وكذلك التشويش في الرؤيه، الانسان كيوقع عليه تشويش، ما كيبقاش الرؤيه ديالو كتولي شويه مضبه، او لا خصو تيقرب بزاف للحاجه باش يقرا ولا هذا، كيولي عنده واحد التشويش ديال الرؤيه. هادو من الاعراض اللي كتخلي الشخص انه يشك في الاصابه ديالو بالسكري. اذا تعرفنا على مرض السكري، تعرفنا على الاسباب ديالو، تعرفنا على الاعراض ديالو. اهم حاجه في هذا الفيديو هذا هو كيفاش نحمي نفسي، او كيفيه الوقايه من مرض السكري، اللي هو علاش درت هذا الفيديو هذا. فالسكري بصراحه من الانسان ما يكونش غلط يقول انا راه ما غاديش يجيني السكر، انا راه كنتريني، انا راه كندير، انا راه هادي، لا. الانسان ما عمرك تحدى نفسك، ما عمرك تحدى صحتك. هذه هي الاولى. السكر ممكن يجي لاي واحد، يعني سواء في سن اللي هي قريبه في الثلاثينات، او لا حتى في سن متاخره في الاربعينات، 45. الدور ديال الوقايه شنو هو الانسان يتبع واحد النظام غذائي اللي هو صحي، نظام غذائي صحي فيه خضروات، فيه فواكه، فيه بروتينات، فيه كربوهيدرات من مصادر طبيعيه، وفيه كذلك الياف، وفيه دهون. هذا هو الدرجه الاولى، النظام الغذائي. يعني نحيدوا دائما هذيك المشروبات الغازيه، نحيدوا الحلويات اللي لا موالفين كناكلوها مثلا بافراط، الخبز كذلك ديال الزنقه لانه كيكون مخلط بالسكر، وبزاف ديال المأكولات السريعه، وكثره الشرب ديال العواصر، والاضافه ديال السكر الى ما ذلك، لان التغذيه راه كتلعب دور مهم وهي سبب من اسباب الاصابه بمرض السكري. ثاني حاجه هو العامل النفسي. الانسان ما يستريسيش راسو، ما يضغطش على راسو، ما يكلفش نفسه فوق من الطاقه ديالو. الانسان يعيش حياته بهذاك الشيء اللي قسم الله، ويرضى بهذاك الشيء اللي عنده، ويشتغل على المستقبل ديالو، هذا هو المهم. الانسان ما يكلفش على راسو، لان كل ما كتضغط على نفسك فكل ما كتضر الجسم ديالك وانت ما كتشعرش. حاجه اخرى الحركه مهمه، ولو غير 2 مرات في الاسبوع. الانسان يمشي يجري واحد ساعه حتى لساعه ونص، يدير الحركات، حاجه اللي هي مهمه. والانسان يتحرك، يعني الانسان مثلا اللي كيشتغل مثلا عنده خدمه مثلا في بيرو كيجلس النهار كامل، ما خصو يولي يتحرك، ماشي حيت غير عنده الخدمه انه خصو يجلس في البيرو مفروض عليه يجلس النهار كامل، يبقى جالس ديما النهار كامل، لا، خصو يتحرك. هذه حاجه اللي هي مهمه.
لان كثره الجلوس فكتكون حتى هي سبب من اسباب الاصابه بالامراض، ماشي غير السكر، فحتى امراض المفاصل ومجموعه ديال هاد الامراض. حاجه اخرى مهمه، الا كان في العائله ديالك الاب ديالك، الاخ ديالك، او شي يعني في العائله الاقرباء ليك مصاب بالسكري، فهذا عامل من العوامل اللي غادي يخليك انك دائما تكونترولي راسك، تراقب نفسك. يعني مره في 6 شهور، مره في العام، تمشي دير تحاليل ما فيها باس، شوف السكر التراكمي ديالك، الخزان ديالك كيف داير، واش هو في لي نورم يعني في المعدل الطبيعي او لا، وكذلك تقيس السكر ديالك العادي، تشوفوا حتى هو واش في المعدل الطبيعي او لا. لان هذا غلط. الانسان شنو كيوقع لينا؟ كيبقاو عاطينا غير الماكله وعايشين واحد الحياه اللي هي فيها ستريس وفيها العصاب، وما مسوقينش، قلت الرياضه، ومتبعين شي حوايج اللي ما غادي تفيدنا بحتى شي حاجه، وكنساو هذه المساله هذه. شحال من واحد كيقول لك لا ما يمكنش انا يجيني السكر، ما يمكنش نمشي عند الطبيب، ما كطيحش عليه فكره ديال انه يمشي غير يقيس مستوى ديال السكر ديالو، ولا يقيس الخزان كما كنسميوه حنا بالدارجه، ولا السكر التراكمي ديال 3 شهور، ولو غير مره في العام ولا مره في 6 شهور، ما خسرتي والو. الثمن ديال التحليل راه رخيص ماشي غالي. هاد القضيه هذه ما كنديروهاش، كنبقاو حتى واحد النهار كيمشي الانسان حتى كيكتشف، كيلقى السكر ديالو في الدم طالع بواحد النسبه اللي هي كبيره بزاف، كيتفاجئ، كيتصدم، كيقول اش هاد الحاله هذه، علاش جاني السكر، كيفاش؟ هو داكشي راه تراكمات ديال سنوات وديال سنوات. المهم نتمنى تكونوا ان شاء الله استفدتوا من هذا الفيديو هذا. واهم حاجه من هذا الفيديو هذا هو الانسان دائما يحاول يصبر، يعني دائما يدير احتمال، لانه راه واحد النهار ممكن مع سيرتو دابا مع المعيشه اللي ولينا عايشين دابا، هذا النمط ديال الحياه اللي ولينا عايشين دابا اللي هو واحد النمط خايب، الماكله مزروبه، الخدمه مزروبه، الحياه مزروبه، وكاين غير ستريس والضغط، وبنادم كيحمل راسو فوق الطاقه ديالو. الانسان دائما يرد البال لراسو ويراقب نفسه، هذه هي اهم نصيحه، والوقايه خير من العلاج. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، الى فيديو قادم ان شاء الله.